السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يعني بقى طلع لكم في الفيديو ده النهارده انا ام يوسف. طبعا يا جماعة ام يوسف ادعوا لها كتير، لان هي لقطة الدور مني. الدور ده اصلا ماشي اليومين دولت، وناس كتيرة جدا تعبانة. وطبعا ام يوسف يا جماعة والله ما كانتش عايزة تعمل الفيديو ده لان تعبانة جدا، بس قلت لها زي ما بنشارك اخواتنا فرحتنا نشاركهم برضه كل حاجة، تعبنا وكل حاجة برضه، لان احنا بنحبكم وانتوا عارفين انتوا بالنسبه لنا ايه بجد يا اخواتنا. احلى ناس في الدنيا والله، ربنا يبارك فيكم بجد. يعني انا قلت اعمل الفيديو دوت وعشان بس تدعوا لام يوسف دعوه كده من قلبكم، يعني ان ربنا يحوش عنها ويشفيها يا رب. بس قبل اي حاجه كده ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوكم كل جديد. مالك بقى يا ام يوسف؟ ايه اللي حصل لك؟ ان شاء الله بقى دور البرد ده مخلص عليا، يعني هو صداع مخلص على الكل والله يا ام يوسف. شحان بوجع جسمي بقى. طبعا يا جماعه انا اللي كان عنده الدور ده ولسه والله مأثر على زور لحد دلوقتي ولسه برضه تعبان. طبعا ام يوسف خدت الدور مني بقى. الدور كده يعدي؟ لا ما يعديش، لازم يعدي على ام يوسف الاول ويعدي على البيت كله. بس هو بدأ عند ابو يوسف بسخونية، لكن هو بدأ عندنا ببرد عادي يعني. طبعا بقى جسمك بوجعك واحكي للناس كده. بس هو ممكن بقى يقلب معايا بسخونية، ربنا يسترها. ربنا يسترها ان شاء الله، والناس هتدعي لك. طبعا، واكيد اكيد باين علينا تعبان. ما هو باين خالص اصلا من غير اي حاجه، باين خلاص. بجد باين خالص يعني. بس ادعوا لي ان ربنا يشفيني. ادعوا لها يا جماعه وادعوا لي انا كمان، والله لسه الدور مأثر عليا. ادعوا لي أنا. ماشي. احنا الاثنين بقى. حب الخير ليه زي ما بتحبين نفسك برضه. ربنا يشفينا ويشفي كل مريض، ويا ريت تاخدوا بالكم لان الدور ده تغيير صعب. الجو ده صعب، وعايزاكم ان انتوا يعني تمشوا على حسب الجو، محدش يتقل وقت ولا حد يخفف، يعني ما خليكم ماشيين على حسب الجو، محدش يغير هدومه الوقت ولا يتقل. طبعا الجو ده دوت يعني التغيير ما بين الصيف والخريف، الجو يا جماعه تحس ان هو بيخرف كده، يعني شويه برد شويه حر، وناس كتيره جدا تعبانه والله يعني. فربنا يشفي الجميع يا رب، ويشفي كل مريض يا رب يا رب، اللهم امين. طب يا ام يوسف قولي لي بالله عليك اعمل لك ايه؟ انا عايز اعمل لك اي حاجه تشربيها او اي حاجه تاكلها والله. الله يصلح حالك والله. لا قولي لي الله يصلح حالك، الله يصلح حالنا كلنا، بس ما بقولش كده عشان تدعي لي يعني. قولي لي بس اعمل لك، انا عايز اعمل لك اي حاجه تشربيها او تاكلها والله. انت بجد صعبان عليا والله الدور ده بجد بجد يا جماعه، والله ما كانتش قادره تطلع. صعب والله، صعب قوي قوي يعني. خلصانه خالص، انا خلصانه بمعنى الكلمه. وبعدين الدور ده جالها في العظم بقى يعني. أيوة. ربنا يسترها وادعوا ليوسف يا جماعه ايه يعني، ان هو ما يلقطش منها كده، ربنا يسترها. لا تصل. اعمل لك ايه؟ قولي لي بقى. عادي ما تتكسفيش عادي يعني، انا زي جوزك برضه. قولي لي اعمل لك ايه وانا عيني ليكي، واللي انت عايزاه كله اعمله لك. تسلمي ربنا. والله بكلمك بجد، اعمل لك ايه تاكليه؟ على فكره انا جايب لك قراص. والله جايب لك قراص عشان تاكلي، انت مالكيش اي اكل اي حاجه دلوقتي عشان ما تتعبيش وتسخني. فقولي لي اعمل لك ينسون ولا نعناع؟ تبك معايا؟ لا لا تعبك راحه يا حبيبتي والله يعني. تسلم لي يا حبيبي. انا ما اقدرش ان انا اقصر معاكي في اي حاجه. انت وقفت جنب وقفه راجل ايام ما كنت تعبان، والله ربنا يخليكي لي يا رب وما يحرمني منك ابدا. انا بعمل حبا فيك. لا وانا كمان بعمل حبا فيكي برضه. طبعا من كل قلبي والله. قولي لي بقى اعمل لك ايه تاكليه، واعمل لك كوبايه ايه بقى مع القرص كده؟ تشربي ايه؟ هي طالبه كوبايه نعناع. نعناع؟ من عيني حاضر. تعرف تعملها؟ اعرف. طب يا جماعه خليكم بقى معايا عشان تشوفوا ابو يوسف بقى وبيعمل النعناع. انا عملت اليانسون قبل كده ونجح معايا الحمد لله. النعناع بقى هعمل لام يوسف كمان نعناع دلوقتي، وهجيب لها قرص تاكل. انا جبتها لها اصلا قرص هنا موجوده في البيت. طب يلا بقى. تمام. قوم يلا نتصور بقى عم ايه. تمام. لا ما انا عايزك انت اللي تصورني بقى، معلش بقى معلش. تمام. انا عينيا لك طبعا يا ام يوسف، بقول لك قدام الناس كلها وقدام الدنيا كلها. لازم انا اشتغلك واقف جنبك كده واكون سندك وظهرك وقت تعبك وقت شدتك. ما اقدرش استغنى عنك ولا اقدر اقصر معاكي في اي حاجه والله. والله يا جماعه بجد مش كلام، والله ما هو كلام. احنا طالعين معاكم مش عشان احنا نوريكم ما احنا بنعمل ايه والكلام ده، لا احنا طالعين معاكم نشارككم احنا في ايه ولا احنا بنمر بايه، تعبنا وفرحنا وكل حاجه. طلعت لان في ناس قلقانه عليا وبعد والله يا ام يوسف، وانا في اللايف النهارده بجد ناس كتير سالت عليك والله. فانا طالعه اطمنكم عليا، انا الحمد لله يعني ان شاء الله ابقى كويسه، وان شاء الله الدور ده يعدي على سلام. ادعوا لها يا جماعه، ادعوا لها بالله عليكم كتير. يلا بينا بقى عشان نقوم نعمل النعناع بقى. يلا بينا. يلا بينا. خليكم معايا بقى يا جماعه، اما اخش المطبخ كده واعمل لها النعناع. ودلوقتي يا جماعه دخلت المطبخ اهوت عشان اعمل لام يوسف احلى كوبايه نعناع.
تسلم لي يا ابو يوسف. يلا بقى نشوف هنعملها ازاي. يلا بينا. طبعا هنجيب الكوبايه الاول كده نملاها ميه عشان نحطها في الكاتل. هعملها في الكوبايه ديت. طبعا الكوبايه دي حلوه على فكره. عشان بس انت هتعمل فيها. طيب انا مليت الكوبايه ميه اهوت. المفروض هفضها في الكاتل. والله يا ام يوسف انا ملبوخ. هات الكاتل هنا على الحوض عشان ما يكهربكش. انت ليكي كوبايه النعناع تتعمل صح؟ ماشي. تتكلميش بقى في اي حاجه. تعرف تفتحه؟ تمام عيب عليك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الله ينور. بس كده حاجه وقعت؟ ايه اللي وقع؟ ولا اي حاجه. قلبي وقع. طيب انزلي اجري وراه هاتيه. مش قادرة والله. نحط الفيشه بقى يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. لوحدي والله لوحدي اهو. كله تمام زي الفل. بسم الله. نشغل الكتل كده. الكتل تمام. اما نسمع صوته كده نشوفه اشتغل ولا ما اشتغلش. اشتغل اهو زي الفل اهو. الكتل تمام كده. طيب هنلقم بقى كده السكر. نحط لها السكر بقى كده عشان ايه؟ عما الميه تغلى بس كده عشان نفضلها. عشان نفضل الميه ونحط الفتله بتاعت النعناع طبعا. طيب احنا دلوقتي هنجيب ايه؟ هنجيب المعلقه عشان خاطر احط لها السكر. طبعا يا ام يوسف انا عينيا ليكي بجد. ولو بصي يعني نفسي اعملك اكتر من كده. انا حاسس ان انا كده ما بعملش حاجه اصلا. كفايه كلامك بس. الكلام هو اللي بيطيب الخاطر وبص. ربنا يكبر بخاطرك يا رب ويحوش عنك. مش شرط تعمل حاجه والله. طبعا يا جماعه بتحب معلقتين فانا حطيت لها معلقتين سكر. وكمان عشان السكر غالي بقى فاحنا يعني ايه؟ معلقتين حلوين على قدها. يغلى عليا؟ صح ولا يا جدعان؟ السكر غالي صح؟ يغلى عليا. بس ام يوسف اغلى من السكر واغلى من اي حاجه. المفروض ربنا يخليك ليا يا جماعه. مش عيب ان الواحد يساعد مراته. مش عيب ان الواحد يقف جنب مراته وقت تعبها وقت شدتها. انت مالكش الا هي وهي مالهاش الا انت. مالكوش بركه الا بعض. عادي خالص. اقف جنبها اكبر بخاطرها. كلمه حلوه والله هتفرحها. ممكن بسبب الموقف ده تقيد لك صوابعها ال10 شمع والله. لان في ناس بتستكبر ان هي تقف جنب مراتها كده وبتستكبر ان هي تعمل حاجه. لا احنا كلنا مخلوقين عشان نساعد بعض. هي وقفت جنبي وانا تعبان وما قصرتش معايا. لازم انا كمان اقف جنبها وهي تعبانه في شدتها. مين اللي يقف جنبها ومين اللي هيساعدها ومين اللي هيخدمها ومين اللي هيعمل لها؟ هي لا من غيرك. انت امانها وظهرها وسندها. فيا ريت كل واحد يساعد مراته كده ويقف جنبها. مش عيبه خالص. ده انت كده هتكبر في نظرها وكده هتعمل زي ما الرسول كان بيعمل. الرسول كان بيساعد زوجاته. ف ربنا يخليك ليا يا ام يوسف ويخليني ليكي يا رب يا حبيبي. واقدر كده افرحك واسعدك كده واعمل لك اللي انت عايزاه كله. تسلم لي. وان شاء الله باذن الله يبقى ده اخر تعب وتقومي كده وتبقي كويسه كده وتنوري البيت تاني. تبقي زي الفل كده يا ام يوسف ان شاء الله. ان شاء الله. كده يا جماعه جبت فتله النعناع اهيت. احطها بقى كده في الكوبايه. تمام. عشان نفضل ميه عليها بقى. احلى كوبايه نعناع والله. يا ام يوسف انت قد الدنيا والله. اشربها من هنا وانام من هنا على طول. طبعا بما ان الكاتل بتاعنا ما بيفصلش لوحده فانا هفصله انا بقى. انا كده فصلت الكاتل اهوت. بس الميه غلت يعني عشان عملت صوت كده فاكيد غلت يعني. لا هي كده غلت. اكيد غلت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدا اللي احنا نفضي في الكوبايه عادي. الله ينور يا ابو يوسف. الله ينور عليك. هو كده ما عادش فيه. اصلا انا مالك كاتل على قد الكوبايه. والله ما عادش خلاص كده. تسلم ايدك والله. على يا ام يوسف والله. تسلمي لي. تسلمي لي يا غاليه. بسم الله. كده يا جماعه بدأوا بالكوبايه واطلب ام يوسف القمر. احلى كوبايه نعناع. مفيش احلى منك يا ام يوسف والله. حبيبي.
وهي اصلا شبكت في المعلقه، طلعها هي كده كده دابت اصلا. دابت. هي كده كده زردت صح؟ اه تهيألي هي كده كده زردت. خلاص حطها في تمام الفرن. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب طبعا بقى ام يوسف، احلى كوبايه نعناع. احلى كوبايه طبعا يا نعناع. جماعه انتوا عارفين ان انا كفيف، فبعمل على قدي. تمام على والله قدي. العظيم انا بعملها كده والله. ما بحبش اسيب الفتله فيها، لان الفتله خلاص هي طالما زردت خلاص في الميه، فكده كده الفتله ما عادش لها اي لازمه. بتضايق الواحد. انا عن نفسي لما بلاقي حاجه فيها فتله بقوم شايل الفتله منها. تمام. وهي ام يوسف مش يعني النعناع. لا هو كده تمام والله. تمام كده. بصوا يا جماعه عامل طب زي ممكن ادوق ام الفل. يوسف معلش؟ ما انا عارف ان تغلطش الكوبايه دي بتاعتك يعني. والله العظيم عادي. لا بجد تسلم ايدي والله. بجد جميله تسلم ايدي. لا انا هدوق بس خلي قدام بالك هي الناس. عايزه كمان معلقه سكر. عايزه سكر. عايزه كمان معلقه. حط معلقه. انا عامه بحب السكر زياده، عشان لو جيت عند حد منكم يبقى عارف ان سكري زياده. لا ما حدش يضيفها خالص يا جدعان، لان السكر غالي اليومين دول. احط لك معلقه سكر، لان انا حاسسها اصلا يعني، انا ذات نفسي كده حاسسها محتاجه سكر. والله يا ابو يوسف انا مش عارفه اقول لك ايه بجد. يا اما ده انت على راسي من فوق. إيه انت بجد والله حنين قوي. انت على راسي من فوق يا ام يوسف، وانت عارفه انت بالنسبه لي ايه. الفيديو ده لاي حد يعني مرات تعبانه محتاجه مساعده، يا ريت تساعدها. المساعده مش عيب ولا حرام. يا عين كده تمام زي الفل. تمام ماشي كده تمام تسلم ايه. زي الفل. تسلمي لي يا ام يوسف. ارجع كل حاجه مكانها. سيبها انا بقى روقان. لا طبعا ما ينفعش. لا خالص. ازاي يعني؟ ربنا يشفيك ويحوش عنك يا رب. عارف اللي انت يعني مش قادره تصوري وكده وواقفه بس. لا يعني والله العظيم عادي لان لو تعبانه وبموت كده بقى تحت امر. تسلمي يا ام يوسف والله. طب يلا بينا بقى عشان تشربي النعناع. يلا خليكم معانا بقى يا جماعه، وهنفتح لكم وهي بتاكل وبتشرب بقى. ورجعنا لكم كده تاني يا جماعه اهوت. طبعا احنا قاعدين اهوت بقى كده وكوبايه النعناع. ايه وطبعا القرص بقى اللي انا جايبها لام يوسف. القرص ده اكيد كلكم عارفينها بالجبنه، يعني جايب لها 4 كده على قدها، ان يعني هي ملهاش تقل عليها قوي، فجايب لها 4. لو انت تعبانه اصلا مش قادره اكل اي حاجه. اتفضلي يا حبيبه قلبي بألف هنا وشفا. اتفضلي كلي بقى كده لما تشبعي. هنا 3 قرص تانيين اهم بتوعي ماشي. كل دي بس. طب انت جايبهم لي ليه بقى؟ كل حاجه تحت امرك يا ام يوسف. تسلم لي يا حبيبي. بسم الله. كل يوم كده براحتك. ويا ريت يا جماعه تخلي بالكم الدور ده، لان الدور ده صعب جدا جدا، وتحافظوا على نفسكم كده وتلبسوا تقيل، ما تخففوش، لان الجو اصلا يعني خلاص برد بقى. الجو خلاص اللي برد. لابس تقيل يفضل لابس تقيل، واللي لسه مخفف ما يتقلش دلوقتي. لا يا ريت يتقل يا ريت يعني. طبعا لو في نصيبك حاجه هيشوفها ده قدر. طبعا انت لو في نصيبك ان الدور ده هيجي لك والله. طب انت دوق النعناع بقى عشان تقول له رايك في ايه. حاضر. بكل صراحه ماشي قدام الناس كده، بكل صراحه. سخنه قوي. لا عادي دوق شفطه كده خفيفه بصراحه. الله هو بجد طعمه جميل، بس ناقص بس نص معلقه سكر. ده هو في 3 معالق. انت عايزه تعملي ايه؟ السكر غالي. لا والله العظيم جميل قوي. عادي اروح اجيب لك معلقه سكر يا حبيبتي؟ لا مش بقى. عادي والله. سخنه قوي اصلا. عادي ياما لو عايزه اروح اجيب لك. تقول والله العظيم جميل كده. انا بحب تقوله كده. ايه رايك بصراحه؟ لا والله العظيم جميل. طيب ما قلتليش ايه رايك في القرص اللي انا عاملها لك دي؟ لسه بقول اللي انا عاملها لك واخده بالك؟ اللي انت عاملها لي واخده بالي. اللي انت عاملها لي واخده بالي. حلوه دي. بجد ايه رايك؟ على فكره يا جماعه بس مش انا اللي عامل القرص ده، انا شاريها لها جاهزه، بس انا بقول لك كده يعني ايه، من باب الضحك والهزار يعني. كل يوم بألف هنا وشفا. والله يا جماعه انا مش عارفه اقول له ايه. على راسي من فوق وبجد يعني. انت عارفه انت بالنسبه لي ايه يعني. الواحد يعني نفسي اخدمك برمش عيني. بالنسبه لك ايه؟ انت بالنسبه لي كل حاجه. انت بالنسبه لي الهواء اللي بتنفسه. حبيب قلبي. بالنسبه لي قلبي ودقاته. بالنسبه لي من كتر حلاوه الكلام مش عارفه ارد عليك. ما ترديش. انا عايزك تكوني فرحانه بس وخلاص كده، وتكوني مبسوطه، وربنا يسعد قلبك يا رب ويخليكي ليا كده ويقومك من الدور ده على خير ان شاء الله، وتبقي كويسه. واكيد انت هتبقى كويسه اكيد ان شاء الله. الناس هتدعي لك وهتبقى كويسه. كل يوم كلي واشبعي، ولو عاوزت اي حاجه عرفيني وانا موجود معاك وتحت امرك في اي حاجه والله. يا ريت يا جماعه تكونوا استفدتوا حاجه من الفيديو دوت. يا ريت تكونوا اي واحد يساعد مراته عادي يا جماعه زي ما قلت كده،
ويا ريت تخلي بالكم من بعض وتحافظوا على بعض، لان انتوا مالكوش الا بعض. فعلا والله. دي كان نهايه الفيديو بقى، مش عايزين نطول عليكم اكتر من كده. والله يا ام يوسف انا مرتبك عشان انت تعبانه، ما انا قادر اجمع اصلا. والله بقى كويسه ان شاء الله. ربنا يشفيك يا رب ويحوش عنك. يا رب. ما تنسوش بقى يا جماعه تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتعملوا اعجاب للفيديو، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا ايه كل جديد. كل جديد. يلا نقول لهم ايه بقى؟ سلام. سلام.